ده رجع وبقوة، وللأسف الدولار بيسجل ارتفاع جديد، ودلوقتي سعره وصل ل 40 جنيه. وعلشان كده الكل بيفكر في إجابة سؤال واحد: إيه الحل لمنع التعويم الرابع للجنيه؟ في الأسابيع الأخيرة حصل تراجع في سعر الدولار علشان يسجل ما بين 34 ل 36 جنيه، لكن دلوقتي الدولار رجع للارتفاع من تاني، وخلال الساعات اللي فاتت سعره وصل ل 40 جنيه و40 جنيه ونص كمان. وطبعا السؤال دلوقتي: إيه اللي بيحصل يقلل سعر الدولار؟ وإيه اللي بيحصل يرفع سعره في السما من تاني؟ بص يا سيدي، خلال الفترة الأخيرة حصل أكتر من حاجة. أولاً، ظهرت دعوات ما بين التجار لمقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء علشان يخففوا الطلب عليه وسعره ينزل، والبداية كانت من رابطة تجار السيارات من وراهم تجار الرخام. تاني حاجة إن الحكومة بدأت تنفذ برنامج الطروحات الحكومية، وأعلنت عن بيع 10% من شركة المصرية للاتصالات، وحسب تصريحات وزير المالية الحكومة بتستهدف جمع 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو. أما رقم 3 فهو إعفاء واردات الذهب من الجمارك، وتحديداً الذهب اللي جاي مع المصريين من بره. ولو ما تعرفش، فحسب الخبراء فتجار الذهب الفترة اللي فاتت كانوا بيسحبوا الدولار من السوق السوداء علشان يشتروا بيه ذهب يقدروا يلبوا بيه الإقبال الشديد من المصريين على شراء المعدن الأصفر. والثلاث عوامل دول مع بعض عملوا ارتباك في السوق السوداء لفترة معينة، وتسبب في وقف المضاربات إلى حد ما علشان ينزل سعر الدولار ل 34 و 36 جنيه. لكن واضح كده إن التأثير ده مطلعش مستمر، لأنه خلال الأيام الأخيرة الدولار رجع سعره يرتفع تاني علشان يسجل 40 إلى 40 جنيه ونص لكل دولار. وهنا بقى اللي شغالين في سوق الصرافة اتقسموا نصين، منهم اللي قال إن الارتفاع الجديد سبب استمرار أزمة نقص الدولار في مقابل زيادة الطلب، ومنهم اللي قال إن مفيش سبب محدد لأن حركة الدولار في السوق السوداء حركة عشوائية تماماً. وطبعاً في وسط ارتباك السوق ده السؤال اللي بيشغل كل المصريين الفترة الأخيرة: في تعويم رابع للجنيه ولا لأ؟ كتير من تقارير البنوك والوكالات العالمية توقعوا انخفاض جديد في قيمة الجنيه رغم اعترافهم إنه متسعر بأقل من قيمته الحقيقية، لكن مع نقص الدولار الضغط على الجنيه بيزيد. علشان كده في توقعات بارتفاع سعر الدولار علشان يسجل ما بين 37 ل 40 جنيه، وخصوصاً إن المستثمرين في الخارج واللي يعتبروا المشتري الأساسي في برنامج الطروحات الحكومية شايفين إن الجنيه محتاج خفض جديد في قيمته. لكن في المقابل وكالة بلومبرج قدمت عدد من الحلول ممكن تحسن موقف الجنيه أو على الأقل تأجل التعويم الرابع. طب إزاي؟ أولاً، تقديم خصم على قيمة الأصول الحكومية، وده علشان يعوض المستثمرين عن أي تغيير في قوة الجنيه. ثانياً، هو تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار في كل صفقة لوحدها وعلى حسب ظروفها، وبكده يوصل البائع اللي هو الحكومة والمشتري اللي هو المستثمر الخارجي، وغالباً هيكون مستثمر خليجي، إلى حل وسط يرضي الطرفين ويحقق المكاسب للاتنين. أما الحل الثالث فهو تعامل الحكومة بسعر صرف معين للصفقات احتمال يختلف عن سعر الصرف الموجود حالياً في البنك. دلوقتي بقى شاركونا برأيكم وقولوا لنا إيه الحل لتحسين موقف الجنيه أمام الدولار من وجهة نظركم.